طريقة هذه طريقة الانسحابات، يعني ينسحب ما يشاركش حتى افريقيا. ربما الرؤساء يحسوا بهذاك القوة والضرب تاعو، لذلك بعد ذلك راح يجوا مباشرة ليه ويجوا للاتحاد الجزائري لكرة القدم ويركعوا امامهم حتى نعاودوا نقولوا. وانت مقتنع بالكلام هذا سي كمال؟ خاصة انه يلقب بزعيم الكواليس يعني في افريقيا، انه يدير ندوة صحفية ويقابل الصحفيين، لانه ممكن قد ترجعنا الى الواجهة في افريقيا ونكونوا في الكاف. لماذا ماكش مقتنع سي برايو؟ انت لا فيدراسيون تاعنا كي تفوت الحدود تخرج من الحدود ما عندها حتى قيمه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناتنا LBT. معكم أخوكم أسامة. اليوم عندنا فيديو جديد. الإعلام الجزائري خوتي الكوشكا، الرياضة الجزائرية في خطر، الملاعب ما كيناش، والإعلام مازال تبكي ومازال وكاك تبقى يهضر ويدوي ويقول حنا أحسن من المغرب، حنا كذا وحنا كذا، وحنا الشواكة الأفريق. فين هما الشواكة الأفريق؟ فين هو القجع من قوالو؟ فين هو حتى حاجة؟ النظام أخوتي كراغلا هو هذا نظام ما عنده حتى حاجة. اش بغيتي من نظام الكبرانات المتنئة؟ خليكم أخوتي ونرجع من بعدين ان شاء الله. في الاتحاد الجزائري لكرة القدم فيه انسحابات متكررة بالنسبة للاتحاد الجزائري لكرة القدم. الموضوع اللي انت كتبته طبعا انسحابات متكررة بالنسبة للاتحاد الجزائري لكرة القدم من المنافسات، ومقابل ذلك ربما الانشغال بتطوير كرة القدم المحلية. هل هذا هو القصد؟ اكيد لا، يعني قلت لك انا هي استراتيجية قوية من الاتحاد الجزائري لكرة القدم. الان عنده تخطيط وعنده استراتيجية لإعادة يعني التوغل في افريقيا واعادة اعتلاء يعني الكاف، خاصة انه وليد صادي يعني رغم انه ما سير حتى حاجة من قبل الا انه عنده خبرة كبيرة في الكواليس داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وعنده خطة يعني في ضمن البرنامج تاعو لعودة الجزائر الى الهيئات الكروية. لذلك ربما الطريقة المثلى اللي اختارها هو هي طريقة الانسحابات، يعني ينسحب ما يشاركش حتى افريقيا. ربما الرؤساء يحسوا بهذاك القوة والضرب تاعو، لذلك بعد ذلك راح يجوا مباشرة ليه ويجوا للاتحاد الجزائري لكرة القدم ويركعوا امامهم حتى نعاودوا نقولوا. وانت مقتنع بالكلام هذا سي كمال؟ مقتنع بهذا الكلام؟ انا الخطه تاعو راني معاه 100%. يعني كل ما ينسحب اكثر كل ما حتزيد القوه تاع الاتحاد الجزائري اكثر. هكذا كلام منطقي هذا. انا فاهم. شوف انا وقت الشان باسكو كاين هذو لي بروباغانديست اللي داروا انسحابنا من الشان على اساس انه سي اون جيفل، سموها لا جيفل اللي عطاها وليد صادي الموتسيبي على ما قام به كما كان يقول على قضيه اليسمى وعلى قضيه الكان. الكان احنا الانسحاب من الكان نرجعوا ونطرحوا سؤال: لماذا ترشحنا؟ حطينا ملف الجزائر كلش كانت فيه بما فيها الدوله عن طريق وزير الشباب والرياضه، لانه القرار قرار الدوله مش قرار فيدراليه تحطه ومن بعد تجي انت تقنع بالانسحاب. انا نقول لك المشكل تاع الكان. درنا البرومي دوسي اللي حطينا الدوسي 2025 2 موا ابري و 3 موا ابري لحقنا لو دوسي دو 2027. موتسيبي دون سا كونفيرونس دو بريس قال انا ما فهمتش علاش الجزائر سحبت وبعثنا لي كوميسيون جاو. واش راني نشوف اللي ما كاش اتحاديه ورئيس اتحاديه قوي في تاريخ الجمهوريه الجزائريه مثل ما هو وليد صادق. ايوه، اولا حقق الاجماع، يعني ما ناش نشوفوا انتقاد، ما ناش نشوفوا معارضه، ما ناش نشوفوا ناس في البلاطوات تنتقد مثل الاتحاديات السابقه، وايضا استطاع تحقيق 21 نقطه في ظرف عام. هو قالها في حين الناس قعدت 16 سنه وعهدات ما حققت حتى حاجه. ما هو الانجاز؟ انا جاب لي ربي هذا انجاز كبير هذا يا شوف والله اسمح لي اتحاديه في الجزائر وافريقيا. شوف سي كمال، انا نقول لك باللي هنا ندخلوا باسكو هو يتكلم على محاسبه الذات ويتكلم على راسمبلومون ويتكلم على مد اليد. انا نقول لك انسان اللي مد ان بروغرام دو 21 بوان ولا دو 10 بوان ولا دو 15 بوان، هو 21 بوان هو 21 نقطه تماشيا مع 21 سبتمبر. يعني لو كان انتخبوا 22 سبتمبر كانت تكون 22 نقطه. انا حبيت نقول لك انسان شوز برك انت درت 21. حنا نهضروا سي لو بلان مورال، اسمح لي سي لو بلان مورال. انا كي جيت يا سيدي قال ما عنديش المعطيات، هاو يعني دون ليرجونس واش درت 21 بوان. بصح كي نجي في التقديم من البيلان نكون اونيت، نكون لويال، نكون جيست، ونكون باللي بمحاسبه الذات. انت 21 نقطه ما حققتهاش وما حققتش منها الاساس، ونقدر نسمع لك حتى 7 نقط. مي لا مورال اكزيج
تقول انت يا انا باسكو قادر يجي واحد من وراك لا مورال اكزيش قال يا جماعه ها واش حققنا هم واش ما حققناش. رئيس الجمهوريه الى يو كوراج دو لو دير في 54 نقطه قال كاين اللي ما حققناهمش 100%، درنا 20 25 وان شاء الله تكون احسن. انت 100%. لا انا 100%. كنت حاب يعني يدير ندوه صحفيه، انا كنت حاب يدير ندوه صحفيه ويفتح النقاش مع الصحفي. لا دار تصريح ثانيه او 21 دقيقه ونص يعني فيتيال هكذا في كنت حاب يدير يعني يبين القوه تاعو، خاصه انه يلقب بزعيم الكواليس يعني في افريقيا، انه يدير ندوه صحفيه ويقابل الصحفيين وتكون هناك اسئله ديمقراطيه. حتى يعني شفنا هناك عاده حميده رسخها رئيس الجمهوريه، يعني لقاء مع الاعلاميين في كل مره، في حين انه رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم للاسف لم يتكلم ولا مره في خلال هذا العام. طيب الا حين تم انتخابه. سي بورايو، نشاركك في هذه النقطه، تبدو ساكت في هذه النقطه، مقتنع اكيد بالفتره على الاقل وبسياسه الانسحابات هذه، صح؟ لانه ممكن قد ترجعنا الى الواجهه في افريقيا ونكونوا في الكاف. لماذا ماكش مقتنع سي بورايو؟ انت لا فيدراسيون تاعنا كي تفوت الحدود تخرج من الحدود، ما عندها حتى قيمه. لماذا؟ ما عندها حتى قيمه. في افريقيا ما نهضرش من زمان، ما نهضرش انترناسيونال من زمان، ليس مع صادي فقط. مع درك زادت كثر. كيف زادت؟ من زمان ما عندكش في الكاف. راح انت مترشح مرتين في كاس افريقيا الا في فتره الرواني كانت فيها. وي كانت فيها وي. نعم. راهو كانت عندك ماشي غير كلمه، ماشي انت في الجزائر عندك كلمه، كانت الناس تجي ليك باش تفري لهم انت باش تفريها لهم. سمعت منهم اللي يجيب منهم سي دو لانكومبارابل. انكومبارابل حاليا راهي لا فيدراسيون تاعنا تحكموا فيها من الشوارع. ما كيما قال لك ويلي يكون بيكم وعنده الحق، تحكموا بها من القطر، تحكموا لها في التليفون منا تليفون. كاين دي جورناليست يتحكموا في على مسؤوليتكم. على مسؤوليتي يا حكيم، انا مسؤوليتي. دوك انت دوك نعطيك مثال انا. انت فهمني كيفاش تنسحب من الشان. انا شو داكور افيك توا كي تقول لي جو برون با لي جوار تاع السي ار بي تاع المولديا وديزيكيليبري شامبيونا، انا معاك. انت الا راك تخمم للبعيد باسكو حنا ادي لي 19 لي ميور 19 لي ميور 20 لي ميور 21 اديهم. انسحابات غير مقنعه. لا حتى في هذه النقطه باختصار في ظلم للاعب المحلي، لانه شفنا في كاس افريقيا المحليه منتخب السنغال 5 لاعبين سينيور في تولوز وخمسه، لانه هذه فرصه للاعبين المحليين حتى يبرزوا، حتى ياخذوا عقود احتراف في الانديه الخارجيه، وكثير منهم يعني احترف بعد الشهر. اليوم ما يلعبوش في الفريق الاول. ما ننسى الزملاء مشكورين طبعا. كاس افريقيا للمحليين، قبل ذلك اتحاد العاصمه. سياسه حكيمه من الاتحاد حتى نكونوا اقوياء وبهدف اكبر، نكونوا كما كان في اللي تحدث عليها وليد صادق قبل ذلك، قال لك على انه نكونوا هذا هو الرجل المناسب، نكونوا في الكاف باقوى مثل ما كان في فتره سابقه. اما انه فعلا رانا نسيروا بطريقه ماهيش واضحه وماهيش مفهومه وغير ممنهجه. كمال المهوي، عبد اللطيف بورايو، جمال مسعودان، توقفت لست ادري، توقفت عند سيد بورايو، توقفت عندك هذه النقطه. سياسه حكيمه من الاتحاد، قد نديروا في افريقيا هكذا في الكاف نزعجوهم، لانه لما تطلب منك ربما تعاود انت تبدا باسم قوي. لا شوف في الدنيا انسحاب هو ضعف، يقدر يكون شرف. لا ما شرف، خلينا مش عندك حتى شرف. واش من شرف كيف ما عندك حتى شرف؟ الدوسي اللي يدخل فيه في الكاف تخسروا تقول لي شرف عندك، واش من شرف؟ وريني دوسي دخلوا فيه في الكاف وربحوه. انا نعرف عدوي ما نهربش منه، نروح ليه نواجهه. انت تكنيك ومن بعد نهضروا هادشي تكنيكمون. انت داير شامبيونا 19 جاي داير لي زيسبوار. انت كي تدي ليكيب اسبوار لي ميور في الشامبيونا لي جون 19 18 تديهم يشاركوا في الكان، يجوا 4 5 6 ماتش، ياخذوا الخبره، وبالك يخرج لك واحد ولا زوج. خافوا الفضيحه. اسمع واش الفضيحه؟ انا مانيش رايح احنا واش تهلكنا كل شامبيونا ندخلوا باش نديوها. انت شوف البعيد ما تشوفش ناخذها كيما البعيد. وانه نقدروا نكونوا في الكاف. مليح ندعموا روراوي يكون رئيسا للكاف، صح؟ كيفاش؟ مليح تدعيم محمد روراوي ليكون رئيسا للكاف، هكذا خرجت قبل قليل. شكون يدعموا؟ تدعيم من الكثير من كجزائريين يعني. الجزائريين هم جواسيس، هم يروحوا في الكاف يشكيوا لهم ويعطوهم. هادو ما تزيدش دير فيهم الامان. بعض بعد انا في كمان باش نكونوا في الكاف. هنا راهو ما خلاولوش. 10 في يوم 10 اكتوبر في اديس ابيبا راح تكون الجمعيه العامه للاتحاد الافريقي لكره القدم، في حيث سيتم رفع سن
70 سنه يعني يكون له عنده الحق اللي يترشح، وهذا يساعد. يعني احنا ماذا بينا يكون جزائري على راس اتحاد الجزائري لكره القدم، هذا شرف لينا، خاصة الروروة بكل صراحة انه يعرف جيدا الاتحاد الافريقي وسنوات، وايضا ما ينساش بلي انه الان عنده قوه اللي تساندو. مرحبا بكم من جديد خوتي خواتاتي، نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنساوناش الاشتراك وتفعيل الجرس لايك وانتشار الفيديو، تعليق محفز، شكرا لكم بزاف.